السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سوف يكون مخصص لبرج القوس مواليد شهر 12 شهر ديسمبر. القراءة السابقة كانت المواليد برج القوس شهر نوفمبر، أو الفيديو اللي عملت قبل كان برج القوس مواليد شهر نوفمبر. ف يعني شهر الولادة بيعمل نوع من الاختلافات. القراءة سوف تكون طاقة عامة تخص مختلف المجالات، وسوف أعطيكم كذلك أرقام الحظ لبرج القوس مواليد شهر ديسمبر. والقراءة سوف تكون على أو راح أعملها على كف اليد المنجم. يلا لنبدأ. هالمرة القراءة غتكون بست كروت. قراءة الفيديو السابق كانت بسبع كروت وبطريقة مغايرة عن هالطريقة، وقراءة اليوم سوف تكون بست كروت. فنفس ما قلت لكم في الفيديو السابق، كل مرة راح أحاول أعمل لكم قراءة مختلفة أو سحب مختلف، وكذلك العدد الكروت سوف يكون مغاير على حسب الطاقة اللي بتطلع لي. برج القوس، يلا نبدأ على بركة الله. برج القوس يا برج القوس، يلا القوس يا القوس، القوس الجميل. مهم. مم. مهم. مم. مهم. مم. مهم. مم. ما عرفتش واش الكروت تبان ولا لا. عموما حتى لو الكروت يعني بتشوفوها، حتى لو تشوفوا الكروت عشان في بعض الناس بتقول لي لازم نشوف الكروت كلها. هو حتى لو تشوفوا الكروت يعني ما راح تفهموا معناها. انا ما بقرا الكروت بالكلمات المفتاحيه، يعني للاشاره فقط. انا مليون مره يعني اكثر من مره قلت لكم نفس الكلام. انا الكروت او كروت التارو ما بتنقري بالكلمات المفتاحيه اللي بتلاقوها في الكتيبات اللي بتيجي مع كروت التارو مو بهالطريقه تنقري يا ناس. اوكي، فالطريقه تختلف. مم. يا سلام، يعني تقريبا نفس كروت برج القوس شهر نوفمبر. يعني كروت مبشرة، الحمد لله ما شاء الله، كروت مبشرة. مهم. طبعا مو نفس الكروت، يعني كانت كروت ثانية بالنسبة للناس اللي مواليد شهر نوفمبر، كانت كروت طلعت لهم كروت غير. بداية خير. اسمع يا قوس، أنتم مقبلين على تغيير جذري في حياتكم. بعد طاقة بعد فبعد طاقة التعب
والمجهود وفقدان الأمل اللي مريتوا فيها أو اللي كنتوا فيها، كل شيء سوف يتغير. التغيير هنا للقوس شهر ديسمبر تغيير جذري في كل شيء. طاقتكم سوف تتغير، أعمالكم سوف تتغير، نظرتكم للأمور سوف تتغير، يعني حتى البعض منكم راح يغير ناسه. يا قوس أنت حاليا في حالة انقلاب، أنت حاليا في حالة انقلاب، بتتغير، راح تغير كل شيء في حياتك، وتغيير للأفضل، تغيير إيجابي. هو أصلا القوس معروف ما يحب يبقى في نفس المكان. القوس يحب الانطلاق، يحب التغيير. القوس الروتين يخنقه، هو بطبعه يعني هكذا يحب يغير دايما، هذا طبع القوس. طبعا برج ناري، يعني القوس برج ناري، شيء طبيعي جدا. فنفس ما قلت لكم، البطاقات تقول انه في تغيير جذري في حياتكم، كل شيء راح يتغير، واهم شيء راح يتغير ومن بين اهم الاشياء اللي سوف تتغير طاقتكم، والحمد لله. فالكروت تقول انه حاليا هذه فرصتكم للانطلاق والانفتاح على كل ما هو جميل باذن الله. ارى نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، تحول كبير في حياتكم يا قوس. شهر ديسمبر مواليد برج القوس مواليد شهر ديسمبر، تحول أو تغيير كبير في حياتكم. أرى سفر، ولو يكون سفر قصير للبعض منكم، في تغيير في مكان العمل أو السكن. البعض منكم سوف يغير الشريك، هذا ما يظهر، وهالشيء بتقولوا الكروت. فالطاقة يعني هذه طاقة العطلي للبعض منكم، هناك من سيغير الشريك. وهناك كذلك تغيير في الروتين، راح تغيروا روتيناتكم، روتين حياتكم سوف يتغير. أنتم في فترة انتقالات قوية يا قوس شهر ديسمبر. وبين قوسين، يعني هالكلام اللي حقوله بين قوسين، ممكن نقول إنه سنة 2026 مع احترامي لباقي الأبراج كلها، وحتى هم الأبراج الثانية راح أعمل لهم قراءاتهم. هالسنة 2026 وليست هذه السنة فقط، السنوات الجاية سوف تكون للقوس بامتياز، سوف تكون سنوات القوس بامتياز، لأنه فعلا يستاهل. برج القوس مر بسنوات عجاف طويلة، ممكن أقول إنه للبعض منكم أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. كانت سنوات صعبة جدا على برج القوس، ما كانت سهلة أبدا، وخصوصا ما بين سنة 2013 لين 2017 كانت سنوات صعبة للقوس. البعض مواليد برج القوس مر بضغوطات كبيرة، كانت خيبات يعني، ومر كذلك بخيبات أمل قوية. وللبعض منكم صارت له أحداث مؤلمة في سنة 2020، أحداث ما قدر ينساها، بس الحمد لله طاقته راح تتغير. ما راح أتطرق للماضي أكثر أو كثير، لأنه كان مؤلم نوعا ما. يعني ركزوا في المستقبل، راح أخليكم مركزين في المستقبل لأنه مستقبل مشرق الحمد لله. يعني في انتظاركم خير، جايكم خير، أبشروا بالخير يا برج القوس، في انتظاركم خير كبير، خير كبير جدا، وراح تخرجون من كل الطاقات اللي مرت عليكم بإذن الله. نفس ما قلت لكم، والكلام بين قوسين يعني طاقة عامة وصلتني قلت لازم أقولها. سنة 2020 سنة خير لبرج القوس بإذن الله، ومو بس 2026، عفوا قلت 2020، عفوا سنة 2026 سنة خير لبرج القوس والسنوات الجاية بإذن الله.
الحظ سيكون راح يكون في صفكم هالمرة. يلا نكمل. برج القوس راح تتخلص من ناس كانوا سامين في حياتكم، وكذلك راح تتخلصوا من طاقات سلبية كانت محيطة بكم. أرى الغربال. أشوفك يا برج القوس. يا البعض منكم فعلا يغربل، والبعض الآخر غير يغربل. سوف تتخلصوا من كل ما هو سيء، سواء الناس، سواء علاقات، سواء طاقات سلبية. الناس اللي عملوا في بعض الناس طاقات طلعت لي لازم أقولها، هناك بعض الناس عملوا بعض الطاقات الروحانية، يعني كل واحد عارف نفسه، ها، وعارف شنو عمل. إن شاء الله خير عليها. أوكي. بالنسبة للعمل أحبابي برج القوس، الكارت تقول لكم إنه في فرصة لا تعوض وغير متوقعة جاياكم في الطريق. لازم تركزوا عشان لا تضيعوها، ما تتسرعوش. يعني هالشي بتقوله هالكارت، بتقول إنه جاياكم فرصة مفاجئة وحلوة، يعني فرصة لا تعوض. وبالنسبة للفرصة، لما أقول لكم فرصة فكل واحد وطاقته. هالفرصة ممكن تكون عمل أو عرض مشروع، أو معرفة أشخاص. فالفرص تختلف، كل واحد حسب طاقته ونيته والسؤال اللي في خاطره، يعني حسب الطاقة اللي انتو داخلين بها للفيديو. فممكن يجيكم عرض مشروع أو عمل، وفي بدايته انتو راح تشوفوا انه هالفرصة صغيرة وغير مناسبة، ولكنها الفرصة سوف تكبر مع الوقت وبتنجح بطريقة رهيبة، وراح تكون فاتحة خير عليكم. هالشي بتأكدوا هالبطاقة King of Pentacles. هالفرصة فعلا نفس ما قلت لكم في الأول حتشوفوها أو حتبان لكم صغيرة، لكنها سوف تكبر مع الوقت. وهالموضوع ما راح يطول، ما راح ياخذ وقت طويل. هالكارت كذلك تقول هناك استقرار مادي لبرج القوس مواليد ديسمبر. تقول كذلك انه راح يكون عندكم دعم، هناك ناس راح تدعمكم بقوة، او راح يدعمكم القدر، او الدعم يا حيكون من ناس بتعرفوهم او راح تتعرفوا عليهم، او راح يكون دعم من القدر من رب العالمين. المهم في عندكم دعم قوي بإذن الله. كارت العصي Two of Wands بتقول في فرصة مهمة جاياكم، فرصة مهمة، وهالفرصة غتجبركم على الاختيار. غيكون عندكم اختيارين اثنين. اوكي. ولازم تختاروا. هالكارت بتقول لكم راح حيكون عندكم فرصتين او اختيارين، ولازم تختاروا صح. ونفس ما قلت لكم في الفيديو، الفرص تختلف، ممكن يكون عملين او شخصين، حيكون عندكم الاختيار بين شخصين او بين عملين او بين يعني مشروعين. المهم فرصة بين شيئين، انتوا لازم تختاروا، كل واحد حسب طاقته وكل واحد حسب النية اللي داخل بيها. عندكم اختيار بين طريقين، فلازم تختاروا صح. بالنسبة للعاطفة، عاطفيا اولا راح نبتدي بالعزاب والمنفصلين. الكارت بتقول لكم انه في تعارف جديد مع شخص مختلف عنكم، في تعارف جديد، في ناس جديدة. راح تتعرفوا على أشخاص سواء لهجة غير لهجتكم أو لغة غير لغتكم. بالنسبة للهجة غير لهجتكم، للتفسير والتوضيح، ممكن يكونوا الناس من نفس البلد
بس اللهجات تختلف، طريقة الكلام تختلف من منطقة لمنطقة. يعني هالشي موجود في كل البلدان، سواء بلدان صغيرة أو كبيرة. مثلا في ناس أو في بعض البلدان الناس اللي بتكون في الجنوب لهجتها بتكون مغايرة عن الناس اللي في الشمال، الناس اللي بتكون في الشرق بتكون لهجتها مغايرة عن الناس اللي في الغرب. بالنسبة لبلدان ثانية مثلا كبلدان الخليج، لهجة البدو تختلف نوعا ما عن لهجة الحضر. يعني انتو هالشي عارفينه. فلما بقول لهجة مختلفة عن لهجتكم مو شرط يكون بلد غير، فهو ممكن يكون طبعا البلد غير بلدكم، فأكيد اللهجة تختلف، خصوصا لو كانت دولة عربية ثانية أكيد اللهجة تختلف. أو ممكن يكون من نفس البلد بس اللهجة تختلف. وكذلك للبعض منكم راح تكون اللغة تختلف. يعني ناس مو منكم، بالنسبة للعرب أو المسلمين ممكن يكون من بلد ثاني، يكون شخص غير عربي أو دين ثاني، على حسب. أوكي، الطاقات تختلف. فهالشي اللي بتقولكم هالكارت بتقولكم انه في تعارف قريب جدا ان شاء الله، وهالتعارف راح يكون جيد بالنسبة لكم. وراح يكون يعني انسجام في هالتعارف، وراح يكون مفاجئ كذلك. هالشخص راح يدخل حياتكم بطريقة مفاجئة، وراح يكون ناوي خير معاكم، نيته حلوة، يعني نيته خير والحمد لله. هالكلام بالنسبة للمنفصلين والعزاب. بالنسبة للمرتبطين، القوس المرتبطين، الكارت تقول لكم لازم تتهدنوا شوي. بتقول لكم انكم بتحبوا الحرية وهالشي، وبتحبوا التغيير، وبتملوا بسرعة، وهالشي ممكن أو يقدر يعمل لكم توتر بسيط مع الشريك وسوء فهم مع الشريك، بس راح يكون بسيط. يعني كأنه هالكارت بتقولكم تهدنوا شوي. ايه صحيح القوس، يعني قوس ديسمبر، ايه الخير جايكم صحيح، هالشي بتأكدوا الكروت. بس لازم شوية هدنة، لازم تتهدنوا شوي، يعني مو تسمعوا خلاص الخير جايكم وتعملوا اي شيء. هالكارت للمرتبطين بتقولكم تهدنوا شوي. هالكلام للمرتبطين، يعني شوية هدنة، يعني لا تظلموا الشريك. اوكي، تهدنوا شوي، حاولوا تحلوا المشاكل أو سوء الفهم اللي بيناتكم بالعقل وبالهدوء. هناك بعض التوترات لكنها ليست قوية، بسيطة، يعني في سوء فهم بسيط كذلك. تقريبا الطاقة نفس طاقة نوعا ما نفس طاقة برج القوس مواليد شهر نوفمبر، في شبه شوي. هذا الطاقة، وكذلك يعني الطاقة اللي بتخص العلاقات أو العاطفة، وكذلك بالنسبة للطاقة العامة. يعني هنا عندي طاقة مواليد شهر ديسمبر، برج القوس مواليد شهر ديسمبر، فيها شبه نوعا ما من مواليد شهر نوفمبر. يعني عندي الطاقة تتكرر، هالطاقة تتكرر، طاقتكم العامة، يعني حالكم وأحوالكم النفسية والروحانية، يعني نفس الطاقة تتكرر. وبشوف في عندي ناس مواليد برج القوس مواليد شهر نوفمبر أو نوفمبر موجودين كذلك في القراءة، كأنهم حاضرين، طاقتهم حاضرة، أحس بهالطاقة. هالشي بتأكدوا بطاقة الشيطان. يعني ممكن نقول روحانيا شوي تعبانين، بس ما عليكم، كل شيء راح يتغير. على فكرة أنا هالبطاقة بطاقة الشيطان أنا كتير أحبها، أحب بطاقة الشيطان. والله على كثير مستويات لما تيجي في مكانها الصحيح بتكون طاقة رائعة، بتكون كارت رائعة. يعني كتير أحبها، هو الكلام بين قوسين. وعلى فكرة هنا فالطاقة يعني ليست بسيئة، ما جات سيئة، هي بس بتحذركم نوع من التحذير، فليست سيئة. شوف يا قوس، هالكارت بتقول فهالطاقة بتقول انه انت شخص محبوب وجذاب. القوس عنده شخصية قوية وحضور قوي، عندك شيء لله في لله.
في جاذبية، القوس عنده جاذبية وكاريزما تلفت الأنظار، وهالشي خلى حسادكم كثير، في غيرة وحسد من المحيطين بكم. يعني هالشي بتأكدوا هالبطاقة هنا يعني. فدير بالك، ديروا بالكم يا قوس، ما تشاركوش كل شيء، لأنه في حسد وعيون. أراكم متبوعين، أراكم متبوعين. حصنوا نفسكم وحافظوا على خصوصياتكم، خصوصا اللي جايكم ما شاء الله لا إله إلا الله. للبعض منكم الشيء اللي جايكم ما شاء الله، يعني لا عين شافته ولا أذن سمعته، ما شاء الله للبعض منكم. فحصنوا نفسكم. نعم، يعني هالكارت بتقول انه فعلا في حسد، في عيون، في حسد، في غيرة، في عيون رصداكم وتابعاكم. وكذلك تقول انه في البعض منكم اللي متعلق بالماضي، عنده تعلق مرضي بالماضي واحداثه المؤلمة. اخرجوا من هالتعلق، اخرجوا من هالتعلق واحموا نفسكم من الغيورين والحساد وشياطين الانس بالتحصين وبالصمت. اوكي، للبعض منكم ما تشاركوش خصوصياتكم، حاولوا تصمتوا، ما تتكلموش يعني ما تتكلموش، اصمتوا. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثمان. الخير جايكم يا قوس شهر ديسمبر، عفوا. وكذلك هالكارت تقول انه للبعض منكم لازم تقوموا ببعض الاعمال الروحانيه، سواء رقيه او اي عمل بترتاحوا فيه. فخور، عمل روحاني انتو بترتاحوا فيه، كل واحد عارف نفسه. اوكي. وكذلك فكوا التعلق المرضي بالماضي، فكوا التعلق بالطاقات السلبية. الخير جايكم، وهالشي بتأكدوا بطاقة النجمة. بطاقة النجمة هنا بطاقة تبشيرية بامتياز، بطاقة خير بامتياز، راح تحصدوا ما زرعتوا. كلها بشاير يا قوس، في شفاء للمريض، آمال جديدة، تحقيق أمنيات طال انتظارها. كذلك أرى للبعض منكم، أرى حلم قديم جدا سوف يتحقق قريبا، جاء وقته. في حلم قديم جدا، في دعاء أو حلم قديم، شيء كنتوا تتمنوه قديما راح يتحقق، جاء وقته يا قوس شهر ديسمبر. فما شاء الله إجمالا طاقتكم كانت حلوة، قروضكم كانت حلوة. كان يعني في اختلاف قليل نوعا ما عن مواليد القوس، عن برج القوس مواليد شهر نوفمبر، كان نوعا ما بعض الاختلافات، بس إجمالا الطاقات كانت حلوة يعني المواليد شهر 11 وكذلك شهر 12. الحمد لله طاقات حلوة، أغلبها إيجابية ومبشرة الحمد لله. وهالشيء أو هالكلام أو هالأحداث تخص الأربع شهور القادمة، وهالطاقة بتتفعل اللحظة اللي شفتوا فيها الفيديو، يعني هي قراءة عامة مفتوحة تتفاعل معاكم اللحظة اللي شفتوا فيها الفيديو أو الوقت اللي شفتوا فيه الفيديو. فالخلاصة بالنسبة لبرج القوس شهر ديسمبر نفس ما قلت، كروتكم طلعت قوية وواضحة، تغيرات جذرية، أحداث مهمة في الطريق إليكم، تغيرات كبرى كتير. وأكثر الطاقات اللي طلعت لي أو الطاقات اللي طلعت لكم يا قوس التغيير والاستقرار المادي. بالنسبة لأرقام الحظ يا قوس، راح أعطيكم الأرقام العامة نفس ما عملت أو مع مواليد برج القوس شهر 11. راح أعطيكم الأرقام العامة، وكذلك راح أعطيكم رقم الحظ راح أعطيكم رقم الحظ القوي، داكور. وقبل لا أعطيكم رقم الحظ أو أرقام الحظ، الصراحة يا قوس هالطاقة شدتني كتير، ما حبيت اخلصها. هالطاقه شدتني بصراحه، حبيتها. هي القراءه كانت سريعه، ما كانت مفصله، يعني طبعا انا ما راح اعمل يعني قراءه مفصله كثير او عميقه او مركزه، لا، عشان الوقت يعني الموضوع حياخد وقت طويل.
ويعني ولازم اكمل الابراج الثانيه. فانا يعني اعطيتكم طاقه باختصار مختصرة، حاولت أعطيكم أكثر شيء لازم تعرفوه. عندكم تساؤلات حسيتوا بالطاقة وصلتكم، اكتبوا تم في التعليقات عشان أحس بطاقتكم. بغيتوا أعمل لكم فيديوهات ثانية، عندكم أسئلة أو حابين تعرفوا أشياء معينة، أشخاص يعني الأشخاص معينين حابين يعرفوا شيء معين، اكتبوا لي في التعاليق، وراح أحاول إن شاء الله أعمل لكم هالقراءات. يلا ما راح اطول عليكم اكثر، راح اعطيكم رقم الحظ او ارقام الحظ. بالنسبه للارقام العامه يعني نفس ارقام شهر نوفمبر، نفس ارقام برج القوس مواليد شهر نوفمبر. يعني الارقام العامه هي 18 9 4 6 2 9 23 و3. وبالنسبه للاقوى ارقامكم او اقوى رقم حظ لكم، فطلع لكم رقمين. انتو يا برج القوس مواليد شهر ديسمبر عندكم رقمين للحظ، رقمين، مو نفس برج مو نفس قوس شهر نوفمبر. بالنسبة لقوس شهر نوفمبر طلع له رقم واحد. بالنسبة لمواليد أو برج القوس شهر ديسمبر عندكم رقمين اللي هما رقم 11 ورقم 2. ونفس ما تلاحظوا انه رقم 2 طلع لكم اكثر من مره كرقم حظ، هالرقم طلع لكم كثير. هذا ما يخص فيديو اليوم، شكرا لكم وفوق كل ذي علم عليم. الى اللقاء في فيديو مقبل، والى اللقاء مع الابراج الباقيه.